عايزين نروح مع بعض مشوار صغير. مشوار فين؟ النادي. اسفه يا ماما مش فاضيه. نص ساعة بس. يا ماما قلتلك مش فاضيه. هو في ايه؟ ما تفهموني. مفيش. مشوار ايه اللي انت عايزاها تروحوا معاكي وهي مش موافقة انها تروح؟ اهو مشوار وخلاص. لا مش مشوار وخلاص. انا اقول لك بقى يا بابا، اكيد واحده من صحبات ماما جايبه لبنتك عريس، والقعده دي بقى يا بابا ما بتعديش كده وخلاص، لا ده ليها طقوس، ويا ريت الموضوع بيعدي على كده وخلاص يا بابا. ده اللي انقح من كده ان انا بقعد قعده سخيفه لا ليها اول من اخر عشان البيه العريس يتفرج عليا. ايه كل ده؟ صحيح الكلام اللي بتقوله ده ولا؟ فيها ايه؟ فيها ان عمري ما هتجوز بالطريقه السامجه دي يا ماما، قلت لك كده مليون مره، فما فيش داعي لا تحرجيني ولا تحرجي نفسك. وبعدين بقى معاكي، ما تكلمها يا محمود. ما هو انت اللي عاجبك كده يا علا. احنا قلنا 100 مرة مفيش داعي تضغطي عليها. انت مش هتيجي تاكلي لقمه ولا ايه؟ ماليش نفس يا سعيد. اوعي تكوني بتلومي روحك. مش عارفة بجد يا سعيد، مش عارفة. نص عقلي بيقول لي يا بنت عيب، كان لازم تقفي جنب اختك ايا ما كان الموقف، ونص عقلي التاني بيقول لي هي كده عنيدة، طول عمرها عنيدة، صوتها من راسها وبس، خليها بقى تدفع تمن عندها. استغفر الله العظيم. سعيد تفتكر احنا غلطنا؟ تبان عليكي اعصابك تعبانه ولازم تستريحي. انا فعلا تعبانة، بس والله ما حد بيحبها قدي. يا رب يا ساتر. معقولة يا عمي؟ والله ما انت قايمه. صباح الفل يا حبيبتي. يسعد صباحك، ربنا يخليك يا رب. ده كتير كده يا عم. كتير ايه؟ جايب الفطار لبنتي حبيبتي، مفيش حاجه تكتر عليكي ابدا. بص بقى، انت لو عايزني احس ان انا قاعده في بيتي بجد خليني اتصرف براحتي. النهارده بس، ومن بكره اعملي اللي انت عايزه تعمليه. يلا يا حبيبتي مدي ايدك. ربنا يخليك. ناوي على ايه النهارده؟ وانا ورايا حاجه غير القضيه والعميد محمود والمديريه؟ ما انا جاي لك عشان كده. مش فاهم. يا بنتي وراكي مسؤوليات كتيره، رئيسة قسم، وعندك عيانين، وتلامذتك مستنيينك. عندك حق يا عمي. والقضية ممكن تطول، وحياتك مش هتقف كلها لغاية ما تنحل. وانا مش قادره، انا تعبانه قوي، لا قادره اشوف حد ولا قادره اتكلم مع حد، مش قادره. خليكي قوية زي ما كنت طول عمرك، واوعي تنسي انك صح، واي حد يفكر غير كده اوعي تحطيه في اعتبارك. مخي ملخبط قوي. استعيني بالله واتكلي عليه، وبعد ما تفطري تقومي تلبسي وتروحي جامعتك، وبعد كده هتقابلي حسين في مديرية الأمن زي ما قال لي. ربنا يخليك لي يا حبيبي، ربنا يخليك لي يا عمي. صباح الخير. صباح النور. ده ايه الشرف الكبير ده؟ انت اللي عاملة القهوة وجايباها بنفسك؟ طبعا يا عمي، حكم القوي. حكم القوي؟ والقوي ده يبقى مين؟ حسين؟ كالعادة تلاقيكوا زعلانين مع بعض. ايه ده؟ قهوة باردة؟ انت كنت واقفة ورا الباب تتصنطي؟ مش هتبطلي الخصلة دي، مش عايز منك حاجة. شكرا. ما قلنا حكم القوي. عشان تعذريني هتنقطني. بس هي كده على طول، ده غريبة قوي. صباح الخير يا هش. صباح النور. انت لسه صاحي ولا مطبق من بالليل؟ لا مطبق، كنت قاعد بذاكر ولسه هنام. هشام انت مش ملاحظ انك ما بقتش بتروح الجامعه الا نادر قوي؟
يوه يا ديل، بقول لك ايه، انا مش طايق نفسي النهارده، اتكلي على الله وسيبيني في حالي. ماشي، بس ممكن بقى حضرتك تبطل الهباب اللي بتحطه في السجاير ده؟ لاني لما قمت من النوم لقيت الشقه كلها معبقه بانجو. ولا انت عايز تاخد بالها وتبلغ بابا وماما؟ طفيته يا ديل، بس اتكلي على الله وسيبيني في حالي النهارده. حاضر حاضر. انا هحضر فطار، تفطر معايا ولا افطر لوحدي؟ تفطري بقى لوحدك، ما تفطريش لوحدك مش مشكلتي، اتكلي على الله وسيبيني في حالي يا ديل دلوقتي. هشام، انت في حاجه مضايقاك، حاجه مزعلاك؟ مفيش حاجه يا ديل. اصل شكلك قلقان، مش عارفه، حاسه كده انك متوتر جدا. مذاكره كتير وقله نوم. ماشي يا هش، باي باي. ريف ايه يا عميات؟ ده تحسين عدلي. 17 قرية سياحية من أكبر وأفخم القرى السياحية في شرم الشيخ والغردقة. وطيارة خاصة ومشاريع سياحية في ال5 قارات. وأرصدة في البنوك تقدر بالمليارات. الله الله الله، لو بنته الوحيدة كمان. يعني إن شاء الله لو رامي حصل له نصيب واتجوزها هيبقى هو الكل في الكل، وهيحط إيده على كل ثروة أبوها. المهم يا عنايات إن البنت تكون ميالة لرامي. والله يعني أنا لفيت ودورت كده حوالين الموضوع الأيام اللي فاتت دي، وحسيت من الأم ومنها هي إن في ترحيب وقبول. وعشان كده بقى أنا النهارده عازماهم على النادي يتغدوا معايا، وقلت لرامي يحصلني على هناك. أنا عايزة يعني كده يحصل لينك بينه وبين البنت. أيوة بس رامي ابننا بسم الله ما شاء الله مطقطق وروش. أنا واثق إنه هيقدر يلحس عقل البنت. طيب وتحسين عدلي؟ إيه يا عنايات؟ الله، إذا كان هو تحسين عدلي فأنا شكري باشا جلال. طب شوف بقى، أنا لما أحس إن خلاص مليت إيدي بالموضوع وإن السنارة خلاص شبكت، هنحدد ميعاد ونروح نقرا الفاتحة ونحدد ميعاد الخطوبة. إن شاء الله إن شاء الله قريب قوي قوي يا عنايات. أنا هضطر أمشي دلوقتي بقى عشان عندي لقاء تلفزيوني مهم جدا في مكتبي. يلا بينا. اتفضل. ألف حمد لله على السلامة يا دكتورة. الله يسلمك الله يسلمك. الكلية والجامعة كانوا مظلمين الفترة اللي فاتت كلها يا دكتورة. كتر خيرك يا عم صبحي. قهوة مظبوطة سكر خفيف دقيقتين وتكون قدام حضرتك. يا ريتك تخليها قهوة زيادة بني تقيل. أوامرك يا دكتورة. على فكرة الدكتور وحيد شومان سأل على حضرتك وموصيني أول ما تيجي أديله الخبر. والدكتور وحيد شومان ما كتبش خبر. أول ما عرف إن الدكتورة وصلت جه بنفسه على طول يا عم صبحي. أهلا وسهلا. ازيك يا دكتورة؟ أهلا وسهلا. الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك. أنت عارف قهوة الدكتور وحيد اعملها يبقى 2 قهوة يا عم صبحي. أوامرك يا دكتورة. وإزاي الحال كده؟ الحمد لله بخير. أنت عارفة يا دكتورة من امبارح بالليل ولغاية من نص ساعة بس اتصلت بيكي كام مرة؟ أكتر من 50 مرة وفي كل مرة كان تليفونك مقفول. يا لازم الموضوع مهم قوي. لا أصل قريت خبر كده في الجورنال أزعجني قوي عليكي، واللي قلقني أكتر بعد ما قريت الخبر إني غايبة عن الكلية والمستشفى بقالك فترة، وأنت عارفة قد إيه أنا بكنلك كل مودة وتقدير، علشان كده كنت مهتم قوي إن أطمن عليكي. أنا مقدرة شعورك من ناحيتي،